العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إنتاج وفير للبطاطس المحسن في مندفرة. تأهيل المحتاجين في مي عيني. إنجاز أعمال جيدة للحد من قطع الأشجار في مديرية حقات. مقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم صاروخي بالعاصمة الأفغانية كابول. موسكو تشير إلى حصول انتهاك لوقف إطلاق النار في ناغورني قرهباغ. والأمم المتحدة تدعو العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت يوم أمس 12 من ديسمبر في مركز العزل بأقاليم الجنوبي وشمال البحر الأحمر والأوسط أظهرت إصابة 55 مواطن بفيروس كورونا، وكان 13 من المصابين في مركز العزل بصنعفة، و7 في مركز العزل بإندغرغيس، و1 في مركز العزل بميدمة في الإقليم الجنوبي. وقدم جميعهم من إثيوبيا بطريقة غير نظامية في الأسابيع الماضية، ومصابة واحدة في مركز العزل بمنطقة إمهميمه بأقليم شمال البحر الأحمر قدمت من السودان، و33 مصاب قدموا من يوغندا اضطراريا بالطائرة وكانوا في مركز العزل بأسمرة. ورغم منع تحرك المواطنين من وإلى دول الجوار، إلى أن دخول المواطنين إلى البلاد بطريقة غير نظامية من دول إثيوبيا والسودان واليمن وجيبوتي برا وبحرا، وكذلك العودة الاضطرارية للمواطنين من مختلف الدول بالطائرات مستمر. لذا فإن عدد العائدين الذي وصل حتى اليوم 23,693 مواطن. في غضون ذلك شفي 39 مواطن من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي، وتم تسريحهم إلى منازلهم. وبهذه الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ عدد المصابين في البلاد حتى اليوم 711 شفي، منهم 564، ولا يزال 147 مصاب يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من ديسمبر 2020. أوضح المزارعون المنمون لبذور البطاطس المحسن في مديرية مندفرة أنهم حصدوا محصول وفير مدعومين بالإرشادات العلمية للمهنيين. وقالت خبير تنمية الخضر والفاكهة في المديرية شابة سناية أبدوم أن نوعان من بذور البطاطس المحسن قد وزع للمزارعين النموذجيين، وتم حصد 200 إلى 300 كنتال من الهكتار الواحد نتيجة الرعاية الجيدة من الشتل وحتى الإثمار. وذكرت أن البذور المحسنة تتحمل الأمراض والآفات وتنتج محصول وفير، موضحة بأن البذور المحسنة للبطاطس التي توزع سنويا للمزارعين تسهم لرفع الإنتاج. وأكد المزارعون بأن بذور البطاطس المحسنة تعطي إنتاج جيد لخلوها من الأمراض. ووضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية مندفرة سيد برخة تخل السلاسي أن خصوبة التربة ووفرة المياه يرفع من إنتاجية المزارعين، داعيا المزارعين لعدم استخدام البذور والمبيدات غير المعروف جودتها وتعرض للأمراض والتلوث. ويوجد حوالي 900 مزارع ينمون الخضروات والفواكه في مديرية مندفرة. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مي عيني بصرف حوالي 2,800,000 نقفة في السنوات العشر الماضية لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المحتاجين.
وقال مسؤول المكتب السيد تخلة زايد لوكالة إيرنا أن أنشطة الدعم المالية والعينية الجارية تشمل إعالة المحتاجين وتأهيل الأسر الراعية للأيتام والمعاقين والدعم بالأدوات المدرسية وتقديم الدواب للمعاقين. وأوضح بأن معظم الدعم خصص في التأهيل بالمواشي لملائمة المديرية لتربية الماشية. في غضون ذلك تم الأسبوع الحالي تأهيل 20 أسرة محتاجة والمسنين الذين ليس لهم راع بالماشية بقيمة 10,000 نقفة لكل منهم. وأفادت الأسر المدعومة أن الإعانة التي يحصلون عليها ساعدت لحل مصاعبه ويعملون للاستفادة منه لتحسين معيشتهم. صرح أعضاء سلطة مراقبة الثروة القابية والحياة البرية في مديرية حقاد ينجزون أعمالا فعالة بالتنسيق مع المواطنين للحد من اقتلاع الأشجار. وأوضحوا لوكالة إيرنا أنهم يقومون برقابة جادة وتسيير جولات مكثفة لرعاية الأشجار وخاصة الأشجار التاريخية، إضافة إلى الجهود الجارية لرفع وعي المواطنين بهدف المساهمة في حماية الثروة القابية، ويقدمون المقتلعين إلى المساءلة القانونية. وقال مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد تخلة في السهاية نظمت كل الضاحية هذا العام حراس غابات والحياة البرية لتنجز بذلك أعمالا بناءة، داعيا للعمل بالتنسيق مع المواطنين وأعضاء الجيش الشعبي بهدف إنجاز أعمال فعالة. وأشار السيد تخلاي إلى أن الثروة القابية توجد في وضع جيد في معظم مناطق المديرية نتيجة الحراسة الجيدة الجارية، إلى أن في بعض المناطق لا زالت تظهر مخالفة من بعض الأشخاص، لذلك يجب على كافة الجهات لتعزيز دورهم حسب مواقعهم. قال مزارع مديرية دواروا إن سد مسلام قرقرة يسهم لتوسيع أنشطتهم ورفع إنتاجهم الزراعي بالدفع بالزراعة المروية. وأوضح المزارع محاري والدأب من عدي رأسي أن تشييد سد مسلام ساعد لتنمية المياه الجوفية وشجع لتنمية المروية. وذكر المزارع محاري أن بناء السد في منطقتهم له فوائد كثيرة لتأمين المياه وتنمية البساتين وخلق فرص العمل، مشيرا إلى تسويق منتجاته تجاوزت دباروة إلى أسمرة. وأوضح بأنه وإلى جانب تنمية البساتين يقوم بأنشطة فعالة لتربية الأبقار والدواجن وتغذيتها من بقايا الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن نقص البذور المحسنة والمبيدات من التحديات التي تواجهه، داعيا وزارة الزراعة لحلها. أيها السادة المشاهدين، هذه كانت أخبارنا المحلية، فصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. يبقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل شخص وإصابة 2 آخرين إثر إطلاق عدد من الصواريخ على مناطق مختلفة في العاصمة كابول. وأوضحت الوزارة حسب ما ذكرت قناة الطلوع الأفغانية إنه تم إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة في شمال كابول صوب مناطق أخرى، من بينها مناطق قريبة من المطار. وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم الصاروخي هو الثاني من نوعه في كابول خلال الشهر الجاري، وأن موقع إطلاق الصواريخ كان قريبا من نفس موقع الهجمات الصاروخية السابقة التي وقعت خلال الشهر الماضي وأعلن تبنيها تنظيم داعش الإرهابي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الحالي حتى الآن. يذكر أن داعش كانت قد أطلقت 23 صاروخا استهدفت المنطقة الخضراء في كابول، والتي تضم مبنى الرئاسة الأفغانية وسفارات عدد من الدول ومقرات للقوات الأفغانية في 21 من نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية.
أعلن الجيش الروسي حصول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر القتال العنيف بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورني قرهباغ. وأفادت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت قوات حفظ السلام في المنطقة في بيان السبت أنه تم الإبلاغ عن انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 من ديسمبر في منطقة قادورت. وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الجيش الأرمني عن اعتداءات من أذربيجان على قريتي خاتسابيرد وإنتاخر اللتين بقيتا تحت سيطرة قوات قرهباغ. من جهتها نددت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان باستفزازات أرمنية مؤكدة اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة. ووفقا لهذا المصدر فإن وقف إطلاق النار يتم احترامه في الوقت الحاضر. وفي وقت سابق أعلنت قوات قرهباغ أن 3 من مقاتليها أصيبوا في هجوم شنته القوات الأذربيجانية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دول العالم إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية بمناسبة افتتاحه قمة افتراضية هادفة إلى إنعاش جهود مكافحة الاحتلال المناخي بعد مرور 5 سنوات على توقيع اتفاق باريس. وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه قمة افتراضية هادفة إلى إنعاش جهود مكافحة الاحترار المناخي. وأعلن غوتيريس دعوة المسؤولين في العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم حتى يتمكنوا من تحقيق حياد الكربون، مشيرا إلى أن هناك حاجة منذ الآن إلى جهود مكثفة من أجل خفض الانبعاث العالمي بنسبة 45% مقارنة بمستويات عام 2010 بحلول العام 2030. وأعلنت الصين أكبر دولة مسببة للتلوث في العالم مؤخرا نيتها تحقيق حياد الكربون بحلول 2060، بينما تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تحقيق هذا الهدف بحلول 2050. ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.